وقل رب زدني علما. السلام عليكم، سنة تالتة. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ الفيديو اللي فات عملت لكم مراجعة الفيزياء والكيمياء، قلت لكم ازاي هتراجعوها وشوية تيبس كده وازاي كنت براجعها. الفيديو ده ان شاء الله هيبقى الجي والاحياء، وانا جمعتهم برضو في فيديو واحد لان هما الاثنين تقريبا نفس طريقة المراجعة واحدة، لان هما الاثنين مادة نظرية بحتة زيها زي كلية الطب كده. وما تفتكروش ان كلية الطب كلية عملية، ابدا، بيضحكوا عليكم، هي كلية نظرية بحتة، حتى العملي بنحفظه. فخلينا نبدأ. أول حاجة المثلث الذهبي بتاعنا هو إيه؟ هو مراجعة زي اللي فاتوا طبعا وحل، يعني هما الاتنين المراجعة والحل أساسيين. بعد كده الشبكة وربط الأفكار، وده اللي أغلبكم ما بيعرفش يعمله. فواحدة واحدة خلينا نبدأ. أول حاجة المراجعة. هتراجعوا إزاي؟ زي ما قلت لكم برضو فيديوهات سريعة كده أو مراجعة، بحيث إنك تعمل ريفرش للمعلومات وتثبت الحاجات اللي وقعت. انا كنت براجع منين؟ الاحياء كنت بسمع فيديوهات مستر محمد صالح، هي طويله انا عارفه بس كنت بعملها على سرعه 2. كنت بسمعها بصراحه، كانت بتبقى جميله وبتفكرني بكل نقطه في الدرس. بالنسبه للجيو فكنت بسمع استاذ ماجد. الفيديوهات بتاعته كانت جميله، وكان في فيديوهات كتير على القناه. معرفش بقى لسه فيه ولا لا، يعني اعتقد انه زمايلكم قالوا لي انه شال معظم الفيديوهات. بس يعني ده اللي انا كنت بسمع. برضو لو في مدرسين كويسين انتوا بتتابعوهم اكتبوهم في الكومنتس عشان ايه زمايلكم يشوفوا. ده بالنسبة للمراجعة، انت هتسمع الشرح او المراجعة اللي هي ايه بسرعة دي. تاني حاجة الحل. وانا كنت بحل في الاحياء من كتاب الامتحان والجي، يعني الاحياء والجي طبعا كتاب الامتحان اساسي، بس الاحياء كنت مزودة عليها كتاب التفوق والنفيس. والجيو كمان برضو التفوق، بس كنت بحل كمان كتاب السلطان. يعني انا 3 كتب اهو، الامتحان والتفوق في الاثنين، والاحياء زودت عليه كتاب النفيس، والجيو زودت عليه كتاب السلطان. بس كده دول الكتب اللي انا كنت بحل منها. طب ده كان في وقت المراجعه ولا وقت الشرح؟ الامتحان كان ثابت في الاثنين، شرح ومراجعه. النفيس كان وقت الشرح، والتفوق كان وقت المراجعه، والتفوق والسلطان كان وقت المراجعه. تمام. طيب. تالت حاجه بقى الشبكه والربط، وده بقول لكم اللي اغلبكم ما بيعرفش يعمله. اول حاجه لازم تبقى عامل ربط للمنهج كله مع بعضه، عشان هم بيصدوكوا في النقطة دي، بيصدوكوا انكم مش عاملين تكامل للمنهج في دماغكم، مش حاطين الصورة كلها في دماغكم، وهو ده النقطة وهو ده اللي بيغلطكم في الأسئلة. طب نعمل كده ازاي؟ أول حاجة لازم تحفظ، ما ينفعش عشان أنا نظام جديد ما احفظش، لا. احنا كنا نظام جديد وبنحفظ، وكنا MCQ بس وكنا بنحفظ. فما بالكم بقى انتوا عندكم شورت ايسي، يعني عندكم أسئلة هيقول لكم اكتب لي عن كذا أو يعني اشرح كذا. فلازم يبقى عندكم ماتيريال تكتبوها، مش هتجيبوا من دماغكم. طب لازم تحفظ ليه؟ لازم تحفظ عشان تعرف تكتب، دي أول حاجة. ولازم تحفظ عشان تعرف تستفيد من كتاب المفاهيم. كتاب المفاهيم مفيد مفيد، وانا استخدمته. وكان يعني مثلا في سؤال انا مش عارفه اخد قرار فيه، اروح اعمل ايه؟ اروح فاتحه الجزئيه بتاعته في كتاب المفاهيم، كان بيديني زي شعاع ليزر كده. بس ده ليه؟ عشان انا يعني حافظه. لان هو مش هيدوكوا الحاجه اللي هتكتبوها في الامتحان في كتاب المفاهيم، لا، هم الIQ بتاعهم اعلى من كده. هو هيديك الحاجه اللي ممكن ترشدك بسيط كده، لو انت ايه، لو انت مذاكر وفاهم منهجك كويس وحافظه ولمه. دي النقطه المهمه. وهتحفظ ليه كمان؟ عشان تعرف تربط المنهج ببعضه زي ما قلت لكم، ودي نقطه مهمه جدا جدا. مش هتعرف تكمل الصورة الكلية في دماغك، أو مش هتعرف تربط الأبواب إلا لما تكون حافظها. يعني أنا لو مثلا الباب ده بقراه كده لما أجي أراجع وده كمان، فهتلاقي المنهج سايح على بعضه ومش هتعرف تربطه. فدي حاجة لازم تاخدوا بالكم منها. احفظوا كويس، معاكم فترة، يعني حتى اللي ما كانش بيحفظ الفترة اللي جاية كويسة إنك تقعد تحفظ، بس إيه، ابدأ من دلوقتي. تالت حاجة عشان برضو تعمل ربط للمنهج، استخدم الخرائط الذهنية. عمر ما كانت النصوص اللي موجودة في الكتاب، يعني مش النصوص بتاعت العربي، لا، النصوص اللي هي التكست اللي موجودة في الكتاب هتفكرك كويس بالمنهج. هتفكرك بالمنهج أو تعلق في دماغك. لازم تستخدم الفوتو ميموري. المايند مابس دي او الخرائط الذهنيه لما انت تعملها بايدك وتديها مثلا ماركر، تديها نوتس وكده، هتعلق في دماغك وهتفتكر المعلومه. يعني انا كنت بفتكر والله في الامتحان لما كنت بعمل، افتكر الشكل وافتكر مثلا انا كنت عامله هنا دايره او ده كان ماركر اصفر. انا افتكر المعلومه كده. فاستغلوا الفوتو ميموري، ما تقعدوا تحفظوا وتصموا في نصوص هي مش هتفيدكم وهتنساها. فزي ما قلت لكم استخدموا المايند مابس، حاجات بسيطه جدا، يعني ممكن دايره في النص تطلع منها اسهم، دوائر تانية او شكل سحب كده. بس اهم حاجه تعمل اشكال تفكرك، هتلخص لك الدرس، وزي ما قلت لك هتقوي عندك حته الفوتو ميموري اللي هتفيدك جدا. طيب.
اللي ما بيعرفش يعمل خرائط ذهنيه، انا هسيب لكم في الديسكريبشن مثال كده انك تشوفوا. والرسومات والله مثلا الغده نازله سهم FSH، عارفين الحاجات دي اكيد انتوا شفتوها المدرسين بيعملوها. دي اسمها حاجه دايجرامز ومايند مابس، تفكرك بالمعلومه بدل ما انت تقعد تقراها من الكتب. تالت حاجه النيومونكس، ودي يعني حاجه حلوه قوي. يعني ايه نيومونكس؟ يعني مثلا انت المعلومه دي مثلا مش داخله دماغك، مش عارف تحفظها، هات حاجه قريبه من مخك، حاجه مثلا انت معلمها بحاجه في يومك او حاجه في حياتك. زي مثلا في جزء المناعه كان في CD8 وCD4، مين التوكسيك او مين السامه ومين اللي هي المساعده. حاجه بسيطه جدا، انا قلت ايه ساعه ما كنت بذاكرها، انا بصراحه كنت بتلخبط ما بينهم، فقلت ايه المساعده دي هيلب، 4 حروف يبقى هي CD4. من ساعتها ما نسيتهاش اصلا يعني. فلازم تعمل الحاجات الصغيره دي في المعلومات اللي انت بتنساها، عشان معلومه ورا معلومه ورا معلومه هتلاقي مثلا 3/4 المنهج وقع منك في الحاجات دي. فلما تسد الثغرات دي هتلاقي الموضوع بقى حلو قوي. طب انت دلوقتي كلامك كله على الاحياء، فين الجيو؟ والله هو اللي ينطبق على الاحياء ينطبق على الجيو. الماده برضو محتاجه حفظ، هما الاتنين محتاجين حفظ وهما الاتنين محتاجين فهم، خدوا بالكم. يعني محدش يقول ان الجيو هنحفظها كده وخلاص، لا لازم تكونوا فاهمين. انا عمري ما انسى سؤال ان في طيور كانوا معرفش بيحطوا لها لمبه حمراء وكانت بتبيض، يعني سؤال كده فظيع بجد كان جاي في الجيو في امتحاننا. ابقوا شوفوا، هو السؤال عايز حد حافظ وفاهم الموضوع وهتلاقيه رابط جزئيتين. ابقوا ارجعوا للامتحانات بتاعتنا 2022 وحاولوا تستنتجوا وتشوفوا هم عايزينكم تعملوا ايه. يعني يمكن هي كانت اصعب شويه من امتحانات 23، فشوفوا، واهم حاجه يعني شوفوا دماغهم كانت ماشيه ازاي عشان تعرفوا، يعني ده هيبقى جايد لاين في المراجعه عليه. بس كده الموضوع بسيط جدا، حاولوا على قد ما تقدروا تلموا الفترة اللي جاية، وأيا كان اللي كان واقع منكم انتوا ممكن تلموه، بس أهم حاجة تظبطوا دنيتكم. اعملوا جداول، حاولوا على قد ما تقدروا تبقوا ستريكت وما تمهيصوش أو ما تضيعوش وقت في الفترة اللي جاية، لأن أصلا ما عادش فيه وقت يضيع.